اهتمام عشاق كرة القدم بتصريحات جديدة حول خطط نادي النصر السعودي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل. رومانو أشار في حديث تلفزيوني إلى أن إدارة النصر تستهدف التعاقد مع جناح هجومي جديد في صيف 2025، كما وضعت عدة أسماء على طاولة المفاوضات. الاسم الأبرز في قائمة النصر هو لويس دياز، جناح ليفربول الإنجليزي، الذي كان هدفا للنادي منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية. ورغم رغبة النصر في ضمه، أكد رومانو أن دياز فضل البقاء مع فريقه الحالي وقتها، كما أضاف: الآن دعونا نرى كيف ستسير المفاوضات ونرى ما سيفعله اللاعب وإدارة ليفربول، وهو يحظى بتقدير ويحب النصر أن يضيفه لخط هجومه الرائع. بالإضافة إلى دياز، ذكر رومانو أن النصر يراقب أيضا البرتغالي رافاييل لياو نجم ميلان، والجناح الياباني كاورو ميتوما من برايتون. ولفت إلى أن أحد هؤلاء اللاعبين أو ربما اسم آخر سيكون ضمن صفوف العالمي في الصيف المقبل،